الزملكاوي بيحب الحكم المصري عن الحكم الأجنبي. تعال أوريك حاجة تاريخية سريعة كده تعرفك ليه الزملكاوي بيحب الحكم المصري ما بيحبش الحكم الأجنبي عشان الاحتواء. طب إيه الاحتواء هنا؟ تعال أجيب لك كده حدث تاريخي بين هشام يكن وهو بيلعب مع حكم مصري وبين ما هو بيلعب مع حكم أجنبي. إيه اللي بيحصل في الحالتين؟ تعال معايا. وأول حالة هشام يكن في ماتش الأهلي. هو هشام يكن ده كان بيلعب كونغ فو، كاراتيه، حاجه من الحاجات القتاليه دي، ما بيلعبش كره قدم. زي ما انت شايف كده الراجل طار حرفيا طيره غريبه جدا ودخل بالاسترزاد في بطن لاعب النادي الاهلي. فاول يعني محضر في الاسم، مش كارت ومش احمر. فالحكم كان اجنبي فطلع اداله الاحمر. شايفين بقى العفرطه وكل اللي هو عمله دوت والتنطيط، ولاعيبه الزمالك مش مصدقين نفسهم وعمالين يشدوا في شعورهم وبتاع، وهيجوا الجمهور وهيجوا الدنيا واحنا مظلومين وبتاع، وشايف كل ده وهم مظلومين. انت متخيل؟ تخيل الفاول اللي قدامك ده اتعمل من هشام يكن بتاع المصارعه وهم مظلومين، المفروض ما يطردش. يعني المفروض بس الحكم يطبطب عليه ويفهمه غلطه. تعالى بقى هشام يكن ده في ماتش ضد حكم مصري. تعالى اوريك الاحتواء بقى، اوريك الاحتواء الجميل. اتفرج معايا كده جوه منطقه الجزاء. هشام يكن اخد الواد اداله حته نص. بص، نص مفيش بعد كده، نص غريب الاطوار. حتى المذيع ساعتها لو عدت لكم او عرضت لكم صوت المذيع في اللقطه دي مش مصدق ان هي ما اتحسبتش فاول وما اتحسبتش ضربه جزاء. الحكم ما حسبش ضربه جزاء اصلا يا باشا اصلا. فاهم؟ اللي هو كمل لعب العب. شفته اكرم حسني في الفيلم بتاع تامر حسني، حرفيا فيهاش حاجه، كمل لعب. وهشام يكن ما حصلوش اي حاجه عشان ده حكم مصري وعشان ده احتواء. وعشان كده بنقول ان الاحتواء من زمان جدا مش حاجه جديده، وده اللي بيحصل دايما في تاريخ نادي الزمالك، ان بيبقى فيه لعيبه كتير زي هشام يكن بقى وطارق حامد وحماده طلبه واللعيبه الضريبه دي اللي هي محدش بيقدر يجي جنبها. ليه؟ عشان هم عارفين ان هم في احتواء وفي حاجات بتحصل. وعشان كده نادي الزمالك دايما طول عمره بيحب الحكم المصري وما بيحبش الحكم الاجنبي، وده باعترافاتهم وبكلامهم الفتره اللي فاتت بعد ما فتحوا نفسهم وشماعه الحكام راحت في داهيه. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير في كل مكان، ومنشن لصاحبك الزملكاوي عشان يعرف تاريخهم عامل ازاي بين الحكام المصريين والحكام الاجانب. سلام يا بتاع الاحتواء. ليه كان الزملكاوي بيحب الحكم المصري عن الحكم الاجنبي؟ تعال اوريك حاجه تاريخيه سريعه كده تعرفك ليه الزملكاوي بيحب الحكم المصري ما بيحبش الحكم الاجنبي عشان الاحتواء. طب ايه الاحتواء هنا؟ تعال اجيب لك كده حدث تاريخي بين هشام يكن وهو بيلعب مع حكم مصري وبين ما هو بيلعب مع حكم اجنبي. ايه اللي بيحصل في الحالتين؟ تعال معايا. واول حاله هشام يكن في ماتش الاهلي. هو هشام يكن ده كان بيلعب كونغ فو، كاراتيه، حاجه من الحاجات القتاليه دي، ما بيلعبش كره قدم. زي ما انت شايف كده الراجل طار حرفيا طيره غريبه جدا ودخل بالاسترزاد في بطن لاعب النادي الاهلي. فاول يعني محضر في الاسم، مش كارت ومش احمر. فالحكم كان اجنبي فطلع اداله الاحمر. شايفين بقى العفرطه وكل اللي هو